يمكن ده يا دكتور كمان خبر كويس قوي، لانه مريح للمريض نفسيا وماديا في الحالتين يعني. تمام. عايزين بقى نعرف من حضرتك كمان ايه بقى الخطه بتاعتنا خطوه بخطوه كده، ايه الاستراتيجيه دي عباره عن ايه؟ يعني حضرتك تشرحها لنا عشان المشاهدين يبقوا فاهمين. بص، خطواتها طبعا يعني مهم ان انا اعرف عليها العيان عشان زراعه الفك بالكامل تختلف كليا وجزئيا عن زراعه سنه او سنتين. لا في يعني ده بلان ودي بلان تانية خالص. فزراعه الفك بالكامل بستعمل فيها اجهزه ومعدات وتكنولوجي وبرامج كمبيوتر وخامات زراعات معينه بسيستم معين للزراعات ما بستعملوش خالص في حاله زراعه الزرع او اتنين للدروس يعني. اول حاجه بنستعمل الاشعه المقطعيه. نقدر نقول برضو ان الاشعه المقطعيه احنا بنستعملها في كل انواع الزراعات، لكن لازم اعمل اشعه مقطعيه للفك الاول قبل ما اعمل اي حاجه خالص. عشان حضرتك تطمن بقى. بالظبط كده. هيجي لي هو بالاسنان بتاعته اللي هخلعها، وابتدي اعمل له اللي هي الزراعه الفوريه على بعد الخلع. ولازم اعمل اول اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي بتديني بقى ميزه في ايه؟ اولا انا بقدر اعرف منها هحط الزراعات فين، هقدر اعرف منها طول الزراعات، سمك الزراعات، كثافه العظم، اماكن العظم اللي انا هحط فيها الزراعات. ما في اماكن، يعني احنا لما بنخلع بقى الاسنان اللي هي اللي بايظه اللي عند المريض اللي جاي يعمل زراعه فك بالكامل دوت، بيبقى اللي بواقي في الفك العظم اللي باقيه اماكن معينه وقليله، ولازم استغل كل جزء فيها عشان انا اقدر اجيب برايمري ستابيليتي او قوه تحمل او ثبات يعني. للزرعه في الاول. بالظبط كده، ثبات في الزرعه عشان اقدر احط له عليها التركيبه المؤقته الثابته. فلازم يبقى عندي برضو كميه عظم معينه اقدر هنشن سوري يعني زي ما بيقولوا هنشن عليها عشان احط فيها الزراعات بتاعتي، عشان اقدر اجيب قوه ثبات يعني الموضوع دقيق قوي يا دكتور. دي الاشعه المقطعيه. اول حاجه بعملها. تاني حاجه بعمل اسكاننج. يعني ايه بعمل اسكاننج؟ يعني بصور، بعمل صوره ثلاثيه الابعاد للفكين فوق وتحت بالعضه بتاعتهم، بكل حاجه فيهم، الاسنان واللثه والعضه وكل حاجه. اسكاننج ده اسمه انترا اولار سكانر. باخد بقى الصور اللي انا صورتها بالانترا اولار سكانر والصور اللي انا خدتها في الاشعه المقطعيه، احطهم بدمجهم مع بعض وابتدي اعمل بلاننج لاماكن الزراعات زي الصوره اللي في وشي على الشاشه دي انا بقى بالكمبيوتر بقدر احط الاماكن بتاعه الزراعات اللي هحطها في فم المريض بادماج الاشعه المقطعيه مع التصوير ثلاثي الابعاد. فيها دقه يا دكتور هنا يعني طبعا ده هنا كل دي برامج كمبيوتر. باخد بقى بعد ما بعمل البلاننج ده بستعمله في ايه؟ بستعمله في ان انا هعمل حاجه اسمه دليل جراحي للمريض اللي هو السيرجيكال جايد. الدليل الجراحي دوت اللي هو بيوجهني، بحطه على الفك وبيوجهني انا احط الزرعه اتجاهها رايح فين والطول بتاعها هيوصل لفين. ليه؟ عشان يتجنب لي الجيوب الانفيه، يتجنب لي العصب بتاع الفك السفلي، يتجنب الاعصاب اللي في الاسنان الاماميه في الجزء الامامي. بيحط لي الزرعه في المكان بالظبط اللي انا عايز احط فيه الزرعه اللي هتعمل لي الاستابيليتي اللي انا قلت عليه. خلاص خلصنا عملنا السيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد ده طبعا بطبعه بحاجه اسمها طبعه ثلاثيه الابعاد، اكريليك بطبعه ثلاثيه الابعاد. انا بوريك الاجهزه اللي بتختلف عن اللي هو زرعه او زرعتين. بعد ما بعمل الطبعه واعمل السيرجيكال جايد دوت باجي بقى في العيان بيجيني ببقى مجهز كل ده. يجيني بناخد بنج وبعدين نبتدي موضوع الزراعه بتاعتنا. بحط السيرجيكال جايد. طبعا بخلع الاول اللي هي الاسنان والجذور اللي بايظه خالص. وبعد برضو عايز اقول لك حاجه، ان انا قبل ما بعمل برضو السيرجيكال جايد وانا بعمل البلاننج بتاع الزراعات بعمل السمايل ديزاين او شكل الاسنان اللي هتخلص بعد ما اعمل الزراعه. ما انا بعد الزراعه هعمل له تركيبه. فبعمل بلاننج برضه برنامج كمبيوتر يعني اسمه سمايل ديزاين، ان انا اعمل له رصه الاسنان فوق وتحت، او لو هيعمل الفك العلوي بس او الفك السفلي بس متطابقه مع بعضها، عشان اعمل له ديزاين شكل حلو للاسنان اللي هركبها له.